السلام عليكم. نسمع كده مع بعض يا جماعه. محمد عبد الوهاب عضو مجلس اداره النادي الاهلي السابق عشان عايز اوصل له رساله. وكل ما ينزل فينا راح حاطط نور وبتاع في النادي الاهلي. لا مانويل كان بيلعب في كاس الالعاب الافريقيه في مصر. أيوة كانت بتنظمها مصر. ايوه لا بقول لك كان بيلعب في نادي الزمالك. نادي الزمالك كان مكسر الدنيا تمام. ما كانش ليه حل بقى ده نعمل ايه؟ جبنا له حد من بره خده وديه المانيا. ما كان ساعتها كان لازم يمشي في نادي الزمالك، ما كان ينفعش يفضل نادي الزمالك في نادي الزمالك. والله العظيم يا ابو هيم لازم كان ما ينفعش انا اقعد بقى نعكن على الاهلاويه كل واحد يجيب فينا جون وبتاع، ما ينفعش. ده كان لازم يطلع بره وضدنا. يعني انت اللي طفشت ايمانويل؟ الشارع اللي ورايا يا اسطى، الشارع اللي ورايا يا محمد. اصل مش هقول لك يا حاج، اصل دي مش شغل حجاج خالص. انت اخرك تكون حجيت في بنها في الشرقيه عندنا في اي حته، انما انت حج. وانت حج عامر حسين، الحج محمد عبد الوهاب، الحج جمال علام، كلهيتكم حجاج وانتوا ما فيش فيكم بربع جنيه اخلاق. فده كوبري، وده الكلام ده لو وصل للفيفا والكلام اللي انت قلته ده، انت المفروض النادي بتاعك كده يتشطب واقسم بالله النادي ده يتشطب. ما هو ده اللي الاهلاويه فرحانين فيه. احنا النادي القرن، انت واخد نادي القرن بالسرقه، وادي اعضاء مجلس ادارتك حراميه وشغل حرفي، شغل وسخ زي اي حد بيعمل كده وسخ. بقول لك ايه، انا لو دلوقتي موجود هعمل اي حاجه عشان اخد زيزو، صح يا اسطى؟ زيزو مش وسخ، انت مش بتلم الا الاشكال اللي شبهك. الاشكال اللي شبهك كده هي دي اللي انت تنفع معاكم في النادي الاهلي، انما زيزو مش وسخ والله. ولا زيزو شيكابالا ابن النادي. مش انت بتقول شيكابالا؟ لا مش هقدر على شيكابالا ابن النادي يا اسطى، فمش هتقدر عليه برضه. وزيزو زي ابن النادي برضه. ايوه جاي من 4-5 سنين بس بقى ابن النادي. انما انت اخرك في الاشكال الوسخ اللي تقدر تجيبها، لا تضمها الاهلي. انما الاشكال دي مش ينفع معاك في الاهلي. زيزو خالص مش ينفع معاك. انت بتقول لو في الاهلي هعمل كل الطرق، انت كوبري اخرك تجيب كهرباء، امام عاشور. وامام عاشور حتى مش كان طايقك ولا كان رجع الزمالك وقاعد يتحال على الموسيقار بتاعنا عشان يرجع، بس الموسيقار مش كان موافق. فانت اخرك اشكال كده زي كهرباء، ابراهيم سعيد، الاشكال الضاله دي. انما انت حد محترم زي زيزو كده ما ينفعش معاك يا اسطى اقسم بالله. فمن الاول كده وجمهور الاهلي كده، عشان بس مش تدعي المثاليه وان انت نادي اخلاق ومبادئ، اديك انت عايش كده. عرفت اهو تصريح من محمد عبد الوهاب عضو مجلس اداره الاهلي السابق، هو عايش على كده ان هو يعمل كباري للاعيبه الزمالك، حتى لو مش هيعرف يجيبه ويطلعهم بره. هي دي يا اسطى المنافسه الشريفه. مش هطول عليكم. فضلا وليس امر ليت. اللي اول مره يشوفني يشترك في القناه واشترك علينا باللايك الجميل، وقول لي رايك في الكومنتات.